الناس فاكرة إن الكشري مجرد أكلة، شوية رز على عدس ومكرونة، بس في الحقيقة الطبق ده أكبر من كده بكتير. أكلة ليها قصة كاملة عن هوية وعن صراع، عن محاولة حد بيحاول يغير حاجة متجدرة في التاريخ من قرون قبل ما يفكر يبقى كيان. واللي مش واخد باله الطبق ده بيحكي عن كل اللي بيحصل دلوقتي. تخيل معايا كده طبق متكون من حاجات أغرب من بعض، طبق واحد تاريخي، رز على مكرونة وعدس، وفوق كل ده صلصة مجمعهم كلهم، الصلصة اللي بتربطهم سوا بتغطيهم بطعمها، الخلطة اللي بقالها قرون تجميعة ووحدة واحدة جيل ورا جيل، بقى هوية بتمثل الخلطة دي مع بعضها. وفجأة يجي حد جدره مقطوع ونسله مش ممدود يقول لك لا، المكونات دي مش عجباني، الرز يتشال والعدس يترمي ونجيب مكانه مكونات جديدة. طب ايه المنطق في ده؟ وازاي بتدي لنفسك حق في حاجة زي كده؟ هو ينفع تشيل مكون من جوه الطبق وتحافظ على اسمه برضه؟ ده بيسموه مسخ، قتل الهوية والوحدة. مهما حاول يزود شط ويخلي الصلصة تملى كل شيء وتدوس على كل اللي في الطبق وتخلي الصرخة والفجعة تخش في كل حتة فيه، ويطلع يستعطف الدنيا كلها ان هو اللي هيخترع الكشري الجديد، وراسم خطة في دماغه هو بس، خطة في اوهامه ومعلقها دايما فوق دماغه والكل بيقراها، أكلة الكشري الكبرى. بس عارف ايه احلى في الموضوع؟ ان المكونات مهما اتداس عليها ثابتة، بتقاوم بكل قوة. عارف ليه؟ عشان ببساطة هي الاصل، واخواتها الكبار واقفين زي اللقمة في الزور. اكبر اخ واقف على حدود الطبق وحالف ما في رزاية تخرج من الطبق لو على ايه، واخوهم التاني صوته عالي وايده حاضرة تقف معاهم دايما، واخوهم التالت كده شكله شيك وراقي، بس التغيير مش بالقوة ومحدش يفرض عليه حاجة ولا يلوي دراعه. يعني من الآخر هيصدوا هيقفوا لحد آخر نفس، ومفيش تهجير ولا واحدة مكرونة هتطلع من الطبق، وعمر ما الهوية هتتغير ولا هتتحول لمسخ. ورسالة كل مكونات من عند ربنا سبحانه وتعالى إنه وعدهم بالخير، إن مع العسر يسرا. مهما الشطة ولعت في الطبق ومهما الصلصة غرقت كل حاجة، الفرج جاي وربنا ما بيسيبش، يمهل ولا يهمل. وفي النهاية يا صديقي الطبق ده مش مجرد وجبة، دي معركة فيها اللي عايز يبان ويمحي هوية الطبق بأي تمن إن كان، والجيران واقفين بيصدوا ومقاومتهم ما بتنتهيش. والطبق اللي من غير مكوناته الصح عمره ما هيبقى طبق، زي الإنسان من غير أرضه عمره ما هيبقى إنسان. ولو وصلت لحد هنا يبقى عجبك الفيديو، واللي يعجبه الفيديو يدوس لايك، واللي إعجاب يتحول لاهتمام، والاهتمام يعني تشاركنا في التعليقات. ولو أنت جديد معانا فعل الجرس وتابعنا وشوف الفيديوهات القديمة واستنى الجديد. كان معكم عبد الرحمن صالح وهنا مستليه. سلام.